يا صباح الورد والفل والياسمين والجمال والبهجة وشم النسيم. برحب بحضراتكم من أجمل وأروع وأحلى وأكبر الحدائق والمتنزهات في مصر، حديقة الأزهر بارك اللي بتطل على القاهرة الفاطمية. النهاردة عيد الربيع، كل الناس جاية في كل الحدائق والمتنزهات، دنيا زحمة جدا جدا تحت، لكن أنا حبيت أطلع أعلى تبة هنا في المكان عشان خاطر أوريكم العظمة والجمال اللي موجود في بلدنا الحبيبة. الناس النهاردة اللي خارجة مخصوص من فجر اليوم عشان خاطر يستمتعوا بأعياد الربيع. أوبا! عيد الربيع في مصر يا جماعة حاجة تانية، عيد شم النسيم حاجة مختلفة، ليها مصر كده مذاق خاص في الاحتفالات ديت. الحقيقة من شوية كنت باخد جولة كبيرة جدا هنا في الأزهر بارك، الناس كلها مبسوطة، الناس كلها فرحانة، الناس كلها سعيدة، الناس عايزة تفرح، الناس بتغتنم الفرصة كده يعني حتى لو لحظات عشان تعيش أجواء كده من الجمال والبهجة والسعادة والانبساط مع الأسر والأحباب. الناس البسيطة الجميلة اللي بيحرصوا في الأوقات ديت إن هم يتجمعوا ويخرجوا ويشوفوا الأهل والأصحاب مع بعض كده ويتكلموا ويتسامروا ويلعبوا، والأطفال كده يجروا في الجناين زي الأزهر بارك اللي أنا بتمشى فيها دلوقتي. أنا طلعت من شوية على أكبر قمة أو أكبر تبة في الأزهر بارك، ده نموذج للمصريين الجمال الحلوين البساط اللي بيحبوا يفرحوا، اللي بيحبوا يدخروا اللحظات ديت عشان يقضوا اوقات جميله مع الاصدقاء والاصحاب. كل الازهر بارك يا جماعه بالجمال ده. انا اهو بتمشى مع حضراتكم، شايفين؟ خدوا بالكم ده جزء مساحه الحديقه كبيره جدا 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 جدا. الناس بتتصور اهي، الناس مبسوطه، الناس فرشين. وعليكم السلام طيبين. الله يخليك يا فندم، السلام طيبين. ناس هنا يعني حاجه في غايه الروعه. متخيلين يا جماعه الجمال؟ يعني حاجه بجد جميله جميله جدا. ده مدخل الحديقه الرئيسي اللي هناك. هقول لكم شويه معلومات كده سريعه عن الازهر بارك عشان الناس اللي حابه تيجي النهارده. المكان مفتوح لحد بالليل، اللي عايز يجي واللي عايز يخرج واللي عايز يغير جو يجي الازهر بارك. النهارده حديقه الازهر بارك بتستقبل الزوار. التذكره للفرد ب 75 جنيه والطفل بنص تذكره. ده النهارده في شم النسيم، لكن الايام العاديه يعني مثلا جمعه وسبت وحد التذكره من 40 ل 50. اما باقي الايام الاسبوع في الايام العاديه من 30 ل 40. اما النهارده التذكره ب 75 جنيه زي ما قلنا لحضراتكم. الحديقه بتفتح ابوابها من الصباح الباكر لحد الساعه 11 بالليل، او ممكن كمان النهارده تمتد للساعه 12 لو يعني صرحوا بده. في كمان اماكن للخروجات في الحديقه، في كيدز اريا كبيره جدا جدا هنا في المكان للاطفال بدون اي فلوس بدون اي اشتراك، بتدخل بس بتلعب في الكيدز اريا. كمان في اماكن مطاعم، لو عايز تدخل بالاكل بتاعك مسموح انك انت تجيب اي نوع من انواع الاكل والمشروبات تدخل بيها، مش هيمنعوا انك انت تدخل كمان وتقضي وقت جميل. ده ليه احساس مختلف كمان مع الاصدقاء. كون انك انت كده تفرش الملايه او فرشه كده وتقعد تحت الشجره في الضله وتستمتع كده مع العيله باكله فسيخ ورنجه في يوم رائع زي ده، ده ليه احساس مختلف صراحه يا جماعه. انا والله الواحد مبسوط على انبساط الناس هنا. خليني اقول لحضراتكم الازهر بارك من الاماكن العريقه اللي اتعملت مؤخرا في مصر، وبتعتبر الحقيقه من اكبر وافضل الاماكن للخروج، خاصه في اعياد الربيع والاعياد عيد الفطر وعيد الاضحى، او اعياد يعني اشقائنا المسيحيين كل سنه هم طيبين. طبعا بمناسبه عيد القيامه المجيد كل الناس هنا بتيجي تنبسط بتغير جو. اخد بعض التعليقات. الاستاذ محمد عبد المقصود، اخويا الكبير الراجل المحترم والصديق العزيز الفاضل، كل سنه وحضرتك طيب. ده نور حضرتك والله، ربنا يبارك في حضرتك والله يا ريس، كل سنه وحضرتك طيب. انا بجري كده عشان اوريكم بس بعض المناظر التانية. ده جزء اخر بالمناسبه، في بحيره كمان قدام هحاول اجيبها لكم.
الاطفال بتجري اهو، بتلعب ومبسوطه. مساحات شاسعه. خدوا بالكم انا جاي في الركن الهادي شويه اللي هو الاعلى مكان، المفروض ده مكان التلسكوب بس لسه بيعملوا له تطوير او تحديث اهو. في مكان للبحيره. هنلحق نروح لعم ايمن ولا بعيد شويه؟ الجو تحت الشجره حلو، لكن صراحه الشمس سخنه شويه، لكن في المجمل الجو جميل، الجو رائع. اللي عايز يعمل رياضه يا جماعه يجي هنا. تطلع سلالم، تنزل سلالم، الواحد بقى ينهج بقى. حكم السن كبرنا بقى. زي ما قلت لحضراتكم في اماكن اللي عايز يشرب شاي، اللي عايز ماركت، اللي عايز ياكل، مطاعم اهي، اللي عايز يخرج. الله يخليك تسلم، كل سنه وانت طيب. اهي العادات الجميله اللي بقول لحضراتكم عليها، اعتقد كلنا قعدنا في يوم من الايام العادات الحلوه دي، تلم اصحابك حبايبك وتقعد كده. القلعه هناك اهي. انا ما عملتش بس شافوش قوي كده. يلا. كل سنه وانتم طيبين، عيد ربيع سعيد علينا جميعا. استمتعوا يا جماعه، انصحكم انكم تغيروا جو وتنزلوا في يوم الجميل ده، تقضوا اوقات سعيده كده مع الحبايب. يا ريت كده كلنا نستغل اي لحظه جميله كده نقرب فيها لاصحابنا ولحبايبنا ولجيراننا ولناسنا. الدنيا مش مستاهله انك انت تزعل او تتضايق سواء من حاجه او حتى من حد. خليك كده عايش في الحياه ببساطه، خليك عايش في الحياه بفرحه. حاول كده تقتنص ولو لحظات كده سريعه انك انت تستمتع فيها بوجودك في الحياه، وتحمد ربنا سبحانه وتعالى انه انعم عليك بنعم كبيره جدا جدا جدا. حتى لو في حاجات انت شخصيا مش راضي عنها، ولكن بالحمد وبالشكر وبالثناء على نعم ربنا الكتيره علينا، اكيد ربنا سبحانه وتعالى بيهون علينا اي مكروه او اي حاجه بنمر بيها. والاهم من كل ده انك انت تكون راضي، لان الرضا ده عباده جميله. الرضا ده حاجه بتخلي الواحد مطمئن كده، وربنا سبحانه وتعالى بيجزي عليها ثواب كبير جدا جدا جدا. اهو بتمشى معاكم عشان الحق اجيب لكم كمان المنظر الجميل بتاع البحيره. في بحيره رهيبه هنا يا جماعه. بصوا انا على تبه هنا، القاهره الفاطميه، في اماكن اثريه. خدوا بالكم المكان هنا متدرج يعني في كل حته. انا خلاص قربت للبحيره. لحظات للناس اللي بتتابعنا، نقول لهم بس يعني دقيقه بالظبط انا بجري اهو عشان اوريكم البحيره. شايفين الخضره والجمال ده؟ بجد والله الواحد نفسه كل ما يمشي في شارع في مصر يلاقي الخضره والجمال والروعه دي. يعني انا واحد الحقيقه بعشق الخضره، لان انا متربي في الصعيد. فطبعا الصعيد والاماكن الجميله دي معروفه طبعا بالخضره وبالزراعه وبالمناظر الروعه دي. فتلاقي كده الاستمتاع بتاع اي حد ان هو يقعد القعده البسيطه الجميله ديت تحت الشجره في ظل. كسان طيبين. بحيره جميله اهي. انا كسبت لكم وقت اهو. شايفين الناس يا جماعه قاعدين مستمتعين ازاي؟ شايفين الناس قاعدين مبسوطين بيلعبوا كوره، الاطفال بتجري، الاسره مبسوطه، قاعده بسيطه كده تحت الشجره تنسيك الدنيا وهمومها بجد يعني. عايز اقول لكم هنا والله، يعني انا من شويه كنت باخد لقاءات مع الناس مش بس من مصر او من القاهره، اللي الناس اللي موجوده هنا، لا ده ناس جايه من اسوان. والله انا كنت بسجل مع واحد جاي من اسوان مخصوص عشان خاطر يغير جو هنا في الازهر بارك، وفي اللي جاي من الشرقيه، وفي اللي جاي من المانيا، وفي جاي من محافظات الدلتا عشان خاطر يعني يغيروا جو النهارده. كلكم طيبين يا جماعه. بصوا بقى ادي البحيره الجميله الرائعه. بصوا المكان ده تحفه يا جماعه. خلفيته القلعه على طول، ودي بحيره وفيها زي ممشى كده
والناس بتتمشى فيها. بحيرة كبيرة مش صغيرة، انتوا متخيلين؟ اهي في برضه كافيهات وفي مطاعم هنا على البحيرة مباشرة، بس دي للأمانة أسعارها يعني شوية غالية. زي شلال بسيط كده جميل. يعني ده من أعشق يعني أحسن منطقة أنا بحبها هنا صراحة في الأزهر بارك، منطقة البحيرات الكبيرة دي. الله أعظم العزة الله الكريم. أذان الظهر دي متعة لوحدها يا جماعة، دي صراحة متعة. الناس برضو قاعدين على الناحية التانية. عندك القلعة كمان هنا، مفورة في قلب القلعة، ممشى كده على البحيرة، حاجة جميلة. يلا كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما كده على الخير متجمعين، ودايما كده مبسوطين وفرحانين ومتهنيين، ومع الأسرة كده خارجين ومتفسحين وهي الأهل والأحباب متصاحبين، وكل حاجة فيها إين. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب برضو عشان احتراما وتقديرا للناس المحترمة اللي يبعت لنا في الكومنتات، دكتور محمد المغازي بيقول ما شاء الله يا ريت نشوف الخضرة المتنوعة دي في شوارع مصر. والله لسه كنت بقول كده فعلا يا دكتور، والله محتاج الواحد يشوف الخضرة الجميلة دي في كل اريا وفي كل منطقة وفي كل شارع في مصر. الأستاذ محمد عبد المقصود، مصر طول عمرها جميلة وشعبها وناسها حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها. والله صدقت يا استاذ محمد بجد، والله ربنا يحفظ مصر وشعبها وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة والحقيقة والأجهزة الأمنية. الحمد لله رب العالمين، كل واحد قايم بدوره على أكمل وجه عشان احنا كده بنقضي الأوقات الجميلة دي ومستمتعين ويا الأمن والأمان والسلام والمحبة اللي موجودة في مصرنا الحبيبة. وأنا كمان بتمشى في الحديقة لقيت كمان مش بس المصريين اللي هم بيبقوا موجودين في الحديقة أو في أماكن الفسحة في أجواء جميلة زي دي في شم النسيم، لا كمان ده ناس من أندونيسيا وناس من الدول العربية الشقيق، من السعودية، ومن شفت ناس برضو من سوريا موجودين هنا، من السعودية الشقيق، ومن المغرب العربي. يعني عايز أقول لحضراتكم وحدة وطنية جميلة هنا في الأزهر بارك. يعني بص برضو من المساحات الشاسعة اللي انت ممكن كمان تيجي هنا تلعب فيها، طبعا عشان خاطر بس دي اعتقد بعد العصر لما الضلة تيجي هنا الناس كلها تبقى منتشرة. الناس كلها دلوقتي واخدة ساتر تحت الاشجار عشان يستمتعوا بالخضرة ويستمتعوا بالضلة في الاوقات الذروة اللي زي دلوقتي. لكن بعد العصر لما تنكسر حرارة الشمس شوية وتيجي الضلة هتلاقي كله موجود في المكان الجميل ده. انا كنت باجي العب فيه كورة زمان وانا صغير هنا. وادي النافورة وادي البحيرة. مش هطول عليكم، حبيت بس كده اخليكم تعيشوا اجواء الربيع واجواء جميلة جدا جدا من اجمل الاماكن واكبر الحدائق والمتنزهات واروعها في مصر، حديقة الازهر بارك اللي موجودة على طريق صلاح سالم بعد الحسين بجوار المقطم والمطل على قلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية. استاذ احمد جابر صيام، يا دكتور ازيك، اخبارك ايه؟ كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير وصحة وسعادة، وحشني جدا والله ومنور، ودايما كده ان شاء الله ربنا يعود علينا الايام الحلوة دي. وطبعا كل التحية والتقدير والاحترام وجزيل التهنئة لأشقائنا شركاء الوطن المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد. كل سنة وهم طيبين، كل سنة ومصرنا الحبيبة كلها بألف خير وصحة وسعادة، كل سنة واحنا دايما متجمعين في ألفة وسلام وأمن وأمان ومحبة. الاستاذه ميرفت بتقول ما شاء الله اللهم احفظ بلادنا الجميله. اللهم امين. والله يا استاذه ميرفت بجد مصر جميله، بلدنا رائعه، بلدنا مهما قلنا مش هنقدر نوفيها حقها والله في الجمال والروعه اللي احنا شايفينها دي. يعني مناظر انا مش عايز اقفل والله، المناظر الجميله عايزكم تستمتعوا. الناس اللي لسه ما خرجتش تشوف، والناس اللي بتفكر كده تيجي هتيجي هنا. يعني كل الفئات موجوده هنا وكل المستويات موجودين هنا في الازهر بارك. يعني الفئات البسيطه تجيب اكلها وشربها وتيجي تاخد قعده جميله كده مع الاهل تحت شجره جميله ياكلوا الفسيخ والرنجه. الناس مثلا اللي مش بتحب الزحمه قوي تيجي مفيش ادنى مشكله وتيجي تقعد على كافيه كده باسعار مختلفه على البحيره اللي موجوده هنا. وفي مطعم كمان تاني في المكان الاولاني اللي انا كنت فيه في بدايه اللايف.
كل المستويات، كل الفئات يقدروا يجوا، كلهم يقدروا يستمتعوا وينبسطوا هنا ويغيروا جو. اهم حاجه بغض النظر معاك فلوس مش معاك فلوس، لكن اللي بجد غني من وجهه نظري اللي يقدر يستمتع، مش اللي معاه فلوس. الغني بجد اللي يقدر ينبسط، الغني بجد اللي هو يقدر يستغل كل لحظه يحولها لحاجه ايجابيه في حياته، لحاجه جميله في حياته. الغني بجد اللي يقدر يكون موجود مع الناس ومع اصدقائه واحبابه واسرته ويستمتعوا بكل لحظه يقضوها مع بعض. ده وجهه الغنى بالنسبه لي انا كعاصم الشندويلي. لكن عمر ما كانت الفلوس حاجز انك انت الفلوس مهمه، ما حدش يقدر ينكر كده، ولكن انا مش لازم معلش يعني اقعد في كافيه اصرف لي 5000 جنيه عشان خاطر انبسط. لا، ده انا ممكن اجيب ب 500 جنيه اكل وشرب، وان شاء الله حتى لو هجيب كل واحد ساندوتش وهقعد قعده جميله بسيطه كده تحت شجره مع الاهل ومع الناس اللي انا بحبهم، والله هتبقى اسعد مليار مره من ان انا اقعد في مكان انا مش مستمتع بيه ومع ناس انا مش بحبها. والاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، وجهة نظر، ودي وجهة نظر يعني. ربنا يسعدنا جميعا، كل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى، هدوكوا كده خلفية بانوراما قبل ما اقفل، هوريكم كده صورة بانورامية كده لحديقة الازهر بارك. هبدأها بالمكان الجميل ده. دي القلعة، مسجد صلاح الدين، قلعة صلاح الدين عندكم بالازهر بارك. هنا البحيرة الجميلة، هنا الكروك جميل الناس المحترمه، عم ايمن شلش نجم التصوير، سلومه، اسلام طارق اخويا وحبيبي، هندسه الصوت، والراجل الجميل اللي مظبطنا محمد توفيق. كل سنه وانتم طيبين يا رجاله. ما تيجي كده ناخد سيلفي، يلا قولوا لكل الاصدقاء هنا منورين. كل سنه وانتم طيبين. ايه رايكم بالازهر بارك؟ اجمل جنينه في الدنيا، صح كده؟ قول لي يا توفيق، اول مره تيجي هنا امتى؟ النهارده كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. استاذ محمد عبد المقصود بيقول والله كلامك جميل يا باشا، ده حضرتك الاجمل والله يا استاذ محمد، وانا والله فخور ان في حياتي انسان صادق وجميل ومحترم وجدع واصيل زي حضرتك والله. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ محمد، ربنا يبارك في كل الاصدقاء الجدعان المحترمين اللي انا ببقى فخور بيهم والله. ربنا يبارك في حضرتك يا جماعه. الاستاذ محمد يا توفيق، استاذ محمد عبد المقصود بيقول لكم منورين يا رجاله. كل سنه وانتم طيبين. عناية، كل سنه وانتم طيبين. الاول ايه رايكم النهارده؟ جميلة. اول مره تيجوا الازهر بارك؟ أول مرة. ايه رايك في الاجواء؟ كويسة وجميلة. حضرتك من ايه؟ أنا من فصوص. يعني جاي مخصوص النهارده؟ جاي مخصوص. وانت ايه الاخبار؟ ما شاء الله. اسمه ايه العسل ده؟ جوجو. يا جوجو. يا جوجو. اكلت فسيخ ولا لسه يا جوجو؟ لا لسه ما كناش الفسيخ. كل سنه وانتم طيبين. لحظه اسجل معاكم يا جماعه. يلا كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وربنا يا رب يجمعنا كده على كل خير باذن الرحمن، وعيد شم نسيم وعيد ربيع سعيد علينا جميعا. تحياتي وتقديري عاصم الشندويلي، والسلام عليكم.